مع حضراتكم مرة تانية مشاهدينا، مكملين معاكم فقراتنا النهاردة في نهارك سعيد. وزي ما حضراتكم أكيد عارفين إنه موسم الدراما الأكبر والأكثر مشاهدة دايما بيكون في رمضان، شهر رمضان الكريم. زي ما بننتظر فيه حاجات كتير جميلة، لكن كمان الحقيقة إنه الكل بيلتف حول شاشة التلفزيون علشان المسلسلات. في نجوم كتير متعودين إن احنا لازم نشوفهم رمضان، وزي ما بنقول كده رمضان ما بيبقاش رمضان من غير ما نشوفهم، والناس بتستناهم. يمكن الفترات اللي فاتت الحقيقه شهدت اختلافات كتيره جدا فيما يتعلق بالانتاج، فيما يتعلق بمشاكل العرض، يعني كلام كتير قوي. ولكن في الاخر الموسم الرمضاني اللي جاي اعتقد انه هيكون ممتلئ، اعتقد انه هيكون زاخر، اعتقد انه هيكون جيد، لانه الحقيقه ناس كتيره جدا ابتدت بالفعل تصور من دلوقتي. هو ده اللي هنتكلم فيه اكتر مع الناقد الفني الاستاذ احمد سعد الدين. استاذ احمد، صباح الخير. صباح الخير واهلا بيك معانا النهارده. وخلينا نعرف اكتر عن مسلسلات رمضان اللي جايه. اولا هنشوف مين من النجوم في رمضان اللي جاي؟ احنا متعودين دايما ان رمضان بنلاقي تخمه كده من النجوم. السنه دي هيبقى امتداد برضو للسنه اللي فاتت. ليه؟ لان احنا عندنا مجموعه من نجوم الصف الاول، النجوم الكبار، ليهم اعمال دراميه ابتدت خلاص بالفعل. يعني لو اتكلمنا على النجم عادل امام، عنده مسلسل دلوقتي مع نفس المخرج اللي هو رامي امام مع يوسف معاطي، اسمه صاحب السعاده. لو شفنا ان عادل امام كان موجود السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها دراميا، يعني في مسلسلات. السنه دي بدا من بدري على اساس ان المسلسل يكون جاهز قبل رمضان على الاقل بشهر. يمكن المسلسل ده حصل عليه شويه كلام لان كان البطوله ما بينه وبين الفنان محمود ياسين. مظبوط. ولكن حصل خلاف كده ما بين الفنان محمود ياسين والمخرج، واعتذر الفنان محمود ياسين عن تكمله المسلسل وتم استبداله بالفنان خالد زكي. هنا بقى يعني يمكن حصل كلام كتير، لكن في النهاية هذا المسلسل هو يعني بطولة النجم عادل إمام، فبالتأكيد بيبقى عنده كم مشاهدة عالية جدا جدا، خاصة إنه حقق نجاح كبير السنة اللي فاتت في مسلسله. يعني مسلسل السنة اللي فاتت اتشاف، مسلسل السنة اللي فاتت حتى السنة اللي قبلها، بس هو الأساس هنا الناس بتشوف عادل إمام، مش بتشوف أعمال إيه بالظبط. جميل، لأن هو نجم سينمائي كبير. بس أستاذ أحمد، حضرتك عارف رمضان ليه طابع مختلف. خاص. يعني الناس متعوده تشوف الفنان عادل امام في السينما، لكن متعوده مثلا تشوف الفنان يحيى الفخراني في التلفزيون. بالتاكيد. يعني في نجوم رمضان، في ناس هم مرتبطين جدا برمضان. الفنان يحيى الفخراني لما سنه ما يعملش مسلسل الناس تزعل جدا، وانت فين ومش موجود. ولكن الفنان عادل امام لانه موجود في السينما وفي الدراما، فالناس بتبقى متعوده عليه ان هو انا لو ما شفتوش في المسلسل هشوفه في السينما. بالتاكيد. بس هو طبعا الاختلاف ان هو في الدراما او في التلفزيون هو اللي بيجي لي البيت. ايوه طبعا. لكن في السينما انا اللي بنزل اروح صاله العرض. فطبعا عادل امام قعد من سنه تقريبا 82 من دموع في عيون وقحة اخر مسلسل ليه لحد من سنتين بالظبط ابتدى يظهر تاني فنان قدير وعظيم وجميل، ربنا يديله الصحة. 30 سنة كان بعيد عن التلفزيون. فلما يجي يعمل مسلسل بعد كده الناس مستنيه انه عادل امام هو اللي يجي لها. فكان طبعا كم المشاهده هيبقى كبير جدا. لما تاني سنه عمل مسلسل تاني اللي هو السنه اللي فاتت نفس الحكايه، وكان معاه النجم حسين فهمي. فهنا عادل امام يعني ايه الكم المشاهده بتاعته بتبقى كبيره زياده عن اللزوم، لسبب ان بعض النجوم الاخرين بيبقوا موجودين كل سنه. فهنا اختلاف ان النجم السينمائي لما بيروح للدراما الموضوع بيختلف، فيه اختلاف، وطعم عادل امام مختلف عن اي. بالتاكيد. احنا عندنا 2 من نجوم السينما. مين تاني غير الفنان عادل امام؟ عندنا 2 من نجوم السينما الاساسيين راحوا الدراما او السنه دي بيعملوا دراما، منهم الفنان محمود عبد العزيز. الله. الفنان محمود عبد العزيز برضو من اخر حاجه عاملها كان باب الخلق. باب الخلق من سنتين. وبرضو كان قبلها 10 سنين لحد محمود المصري. وبعدين دلوقتي بيعمل حاجه وكان رجع في النص بالجزيره. لا، الجزيره محمود ياسين. اسفه الجزيره كان محمود ياسين. ابراهيم الابيض. ابراهيم الابيض، اسفه. رجع مع احمد السقا بابراهيم الابيض. في ابراهيم الابيض وفي قبليه ليله البيبي دول. لكن انا بتكلم على دراميا، يعني ان هو في التلفزيون من سنه 2004 لما عمل محمود المصري، قعد لحد باب الخلق الموسم اللي قبل اللي فات على طول. السنه دي بيعمل حاجه اسمها جبل الحلال.
جبل الحلال. يعني جبل الحلال ده حته موجوده في سينا. هو بقى يعني محمود عبد العزيز لما عمل باب الخلق وعمل العائدون من افغانستان ابتدى يدخل كده في الشكل العام بتاع الجماعات الاسلاميه بيحصل فيها ايه، والتدريب والارهاب والحاجات دي. فابتدى سكه كده معينه ابتداها وكمل فيها. تمام. عندنا الفنان يحيى الفخراني خلاص التحضيرات شغاله، ده هيبقى موسم رائع كده. معقوله عادل امام، محمود عبد العزيز، يحيى الفخراني. ويحيى الفخراني داخل السنه دي كمان بحاجه نقدر نقول ان هي الدراما الصعيديه. الله. وهو كمان من الناس اللي بيحبوها لان جداً. هو اخر حاجه صعيدي عملها، والناس بتحبه قوي في المسلسلات السعوديه والدراما السعوديه. بتبقى يعني في حاجه كده حاصله ما بين المشاهد والدراما السعوديه، هي ليها سحر خاص، ليها سحر بتخليه يتفاعل معاها، وبتبقى فيها حاجات حزينه احيانا، وانت عارف احنا عاطفيين ونحب قوي الحاجات دي. فيعني هو كمان اخر حاجه صعيدي كان عملها كان اللي هي شيخ العرب همام. كان جميل. الليل واخره. الله. بس شيخ العرب همام ده كانت دراما صعيديه اصلا. يعني دي مكتوبه في الصعيد. اعتقد الفنان يحيى الفخراني ما كانش موجود السنه اللي فاتت. لا كان غايب السنه اللي فاتت. كان غايب اللي فاتت واللي قبليها. لا اللي قبلها كان في الخواجه عبد القادر. صح. لكن السنه دي داخل بدراما صعيديه. فده طبعا هيبقى فيه كم مشاهده كبير. اما المفاجاه بقى السنه دي، ايوه، هو يمكن هيبقى مش نجوم صف اول، ولكن المفاجاه هيبقى في القصه بتاعه المسلسل اللي احنا هنتكلم عليه، اللي هو صديق العمر. صديق العمر ده هيكون بطولة مين؟ صديق العمر هو بطولة جمال سليمان وصبري فواز وباسم سمرة ومعاهم مجموعة كبيرة جدا. لكن يعني نقدر نقول القوة هنا جاية من ايه؟ ان هو بيحكي قصة جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر. فهنا المنطقه دي طبعا جمال عبد الناصر الاستاذ جمال سليمان، ومشير عبد الحكيم عامر باسم سمرة. وصبري فواز هو اللي بيلعب دور الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل. الحقيقه هذا المسلسل كل الناس مستنياه ليه؟ لان هو ليها اسباب. العلاقه بين عبد الحكيم عامر وبين جمال عبد الناصر كانت علاقه صداقه قويه جدا من يوم ما دخلوا الكليه الحربيه سنه 36 لحد قبل سنة 67 على طول. هنا كان الاثنين يعتبروا توأم ملتصق. لكن خلال حرب 67 حصل خلاف كبير جدا، ومات المشير عبد الحكيم عامر في ظروف غامضة. قد يكون انتحار، قد يكون قتل، قد أيا كان. حتى الآن بقالنا أكتر من 45 سنة أو 46 سنة ولسه ظروف وفاته غامضة. هنا كل الناس مستنية هذا المسلسل هيتناول الموضوع ده ازاي. طب وهو هيتناول الموضوع ده ازاي؟ والله هقول لك على حاجة. اصل المسلسل ده كان ليه قصة مختلفة. المسلسل ده في الأصل كان قصة ممدوح الليثي، وكان هتتعمل فيلم سينمائي هينتجه جهاز السينما من أكتر من 10 سنين. أيوة. وكانت الرقابة دايما فيها عندها مشكلة، لا فيها إيه، لا مش عارف، نرجع للقوات المسلحة، نرجع للشؤون المعنوية، نرجع لأسرة عبد الحكيم عامر. حاجات كتير جدا لسبب إن خلال الفترة اللي فاتت، الفترة الطويلة اللي فاتت، بعض الناصريين بيحملوا عبد الحكيم عامر أسباب نكسة 67. أيوة. وشايفين ان عبد الحكيم عامر كان احد الاسباب، في مقابل ان عيله عبد الحكيم عامر وانصاره بيقولوا لا، هو ما فيش واحد بيشيل الموضوع لوحده، اكيد ليه اسباب اخرى. نعم. هنا الصراع السياسي الدراما المفروض هتتناوله ازاي؟ ممدوح الليثي الله يرحمه قعد يحارب 10 سنين، ولما يعني مفارقات القدر ان هو لما توافق، لما توفى المسلسل هيتعمل، لما اتوافق على المسلسل ابتدى هو توفى. يعني فكانت المشكله، هو طبعا كان الكلام اللي قبل ما يتوفى ان هو والله انا كتبت الموضوع بشكل يعني بما يمليه علي ضمير، وفي نفس الوقت بالشكل اللي التاريخ نفسه بيذكره. ان الخلاف لازم كل واحد يتحمل مسؤولياته. ايوه. يمكن المخرج هنا بقى، المخرج احنا بنتكلم على المخرج عثمان ابو لبن. عثمان اصلا مخرج سينما وفيديو كليب وهو حاجات من دي. لما هيروح الدراما هنا احنا هنشوف مسلسل على الاقل على المستوى البصري فيه نقلات سريعه.
في تصوير مختلف. يعني ممكن ان الشغل هيبقى بكاميرا واحده او كاميرا يعني HD او كلام من ده، اللي احنا بنشوف صورة بقى مختلفة صورة يعني مختلفة. فهنا ده اعتقد ان ده هيبقى اكتر مسلسل الناس مستنياه، عشان تعرف العلاقة الحميمية اللي كانت بين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر، ايه اسباب يعني تفككها، وايه اسباب ان هم وصلوا ان هم في الاخر خصمين كبار وخصمين سياسيين، وواحد منهم ابتعد تماما قبل التاني بحوالي 3 سنين. جميل. فاعتقد ان ده المين السنه دي. جميل. انا شايفه ان يعني الممثلين كتير قوي، ما جبناش سيره الممثلات خالص. ما هو هنا نتكلم بقى شويه عن الممثلات الجميلات اللي بيطلوا علينا كل سنه في رمضان. نتكلم عن غادة عبد الرازق، نتكلم عن غادة عادل، نتكلم عن مين موجود منهم مين مش موجود. منى زكي السنه اللي فاتت كان عندها اسيا. يعني في وجوه جميله. منى شلبي كان عندها نيران صديقه. في ممثلات جميلات يعني كانوا يعني النجمه منى زكي مين موجود السنه دي ومين مش موجود. لو اتكلمنا على منى زكي تحديدا، يعني منى زكي اخذت خط ان هي تظهر في الدراما كل فتره طويله. يعني لو نفتكر ان اخر اعمالها قبل السنه اللي فاتت كان مسلسل السندريلا اللي هو سعاد حسني، ده تقريبا كان في 2006. شوفي البعد بقى من 2006 الى 2013، 7 سنين لما هترجع بحياة آسيا. للأسف المسلسل عشان كان حصري على إحدى القنوات الفضائية ما تشافش كويس، ما تشافش بالشكل الكم المشاهدة الكبير لما بيتذاع على القنوات الأرضية. طبعا السنة دي منى زكي فضلت إن هي تقعد في البيت ما تعملش مسلسلات لحد ما الدنيا توضح، تلاقي ورق يعني ايه مناسب بالنسبه لها. بالنسبه لغادة عبد الرازق، احنا عارفين ان غادة عبد الرازق ليها خط كده لوحدها، حققت نجاح كبير قوي قوي. هي حققت نجاح كبير في خلال السنه اللي فاتت والسنين اللي فاتت. يعني بقى لها فتره، بقى لها حوالي 5 سنين. السنه دي لسه هي بتقابل حتى الان اقدر اقول مشاكل انتاجيه. المشاكل الانتاجيه بتخلي ان هل المسلسل هيكتمل او هيدخل تصوير ولا لا. ده هيبان خلال الاسبوع الاول، الايام اللي جايه دي، خلال 10 ايام بالكتير. لان الاسبوع الاول من شهر مارس لازم يكون كل الناس اللي دخلت عشان رمضان اوكي، اللي لسه احتمال كبير جدا ما يلحقوش. ما ننساش ان احنا في نقطه تانية، يمكن في الفنانه رانيا يوسف عندها مسلسل. عندنا كمان مسلسل المرافعه. اياد نصار كمان. اياد نصار عمل شغل حلو قوي السنه اللي فاتت. اياد نصار عنده ميزه حلوه جدا. اياد لا يستأثر بالبطوله المطلقه لوحده. اياد ميزته الجميله ان هو نجاحه مع نجاح مجموعه جنبه حلوه جدا. واحنا شفناها السنه اللي فاتت في اعمال كتير، ولكن كانت المجموعه نفسها يعني هي الابطال، واياد في الاخر هو بطل معاهم ولكن مميز حقيقي. لكن احنا عندنا بعض النجوم يعني بيختاروا ان هو يبقى نجم لوحده. فبيبقى المسلسل ماشي على خط صغير جدا. بتقلق ان هو لو النجم كويس ممكن ينجح، لو النجم وحش اختصر المسلسل العمل كله في نجم اوحد. فدي بتبقى مشكله. طبعا عندنا رانيا يوسف بقول لك ان هي بتعمل حاجه اسمها الصندوق الاسود. ودي ابتدت اول امبارح. ايوه طب حلو. برضو رانيا ماشيه في خط، ممثله جميله ومجتهده جدا الحقيقه. جدا. في يعني حتى الان الرؤيه لم توضح بالنسبه ليسرى، لإلهام شاهين، لليلى علوي. لسه ما فيش اي حاجه واضحه. الآن المشكله الاكبر مش في النجمات ولا في النجوم. السيناريو؟ لا، المشكله الاكبر السنه دي بيقابلوها في الانتاج. ليه؟ مفيش تحمس اكتر للانتاج، الظروف مثلا مش مستقره، مفيش فلوس. وفي نفس الوقت النهارده احنا بنتكلم على المسلسل بيتكلف كتير. كان الاول طبعا بيتباع للفضائيات وهو لسه على الورق. دلوقتي لا، انت ممكن تعمل مسلسل وبعدين اعرضه على بعض الفضائيات. ايوه. فدي مشكله كبيره جدا. السنه اللي فاتت شفنا حوالي 35 مسلسل او اكتر. السنه دي ما اعتقدش ان احنا هنوصل للرقم حقيقي ده. كل سنه يا استاذ احمد بنسمع الكلمه دي. لا بس انا هقول لك الفرق السنه دي المسلسل بقى لنا 3 سنين من وقت 25 يناير. السنه دي مش هنسمع. السنه دي مش هنلاقي عدد كبير، وبعدين نلاقي 65 مسلسل. لا في فرق. احنا لما بنتكلم على المسلسلات اللي هي المفروض ان هي تظهر
حتى من ال 35 من ال 40 مسلسل هتلاقي 4 كويسين حقيقي، ده الطبيعي. طبعا كلهم. لكن انا ما بتكلمش على مسلسلات سيت كوم مثلا بتتصور في اسبوعين، مسلسلات ميني دراما، مسلسلات اللي هي ايه ممكن تتعمل كده في شهر على اساس تروح للفضائيات وخلاص. لا، انت بتتكلم على مسلسل ليه تحضير فترة طويلة، ليه نجوم، ليه إنتاج، ليه حاجات كتير جدا أنا مستنيه. يعني أنت لما بنتكلم على عادل إمام أنت مستنياه من دلوقتي، يحيى الفخراني نفس الحكاية، وهكذا. لكن جميل. أنا ما بتكلمش على مسلسل ممكن قبلها بأسبوعين يتصور ويتمنتج وهو لسه شغال، والاسم إن هو موجود كرقم. لا، في فرق. طبعا. ده احنا بنتكلم على زي افلام المقاولات. ايوه لا، في فرق كبير. في فروق. طيب خلينا نتكلم عن حاجه جميله كمان، ونجوم الكوميديا الحقيقه اللي كمان بيدونا بقى الضحكه والابتسامه وبيهضموا لنا الاكل كده بعد الفطار من الضحك. الفنان محمد هنيدي موجود ولا مش موجود؟ الفنان هاني رمزي موجود ولا مش موجود؟ احمد مكي موجود ولا مش موجود؟ اللي هم نجوم الكوميديا في الموسم الرمضاني. يعني الفنان اشرف عبد الباقي احيانا بيبقى موجود، احيانا لا. بالتاكيد، بس اشرف عبد الباقي تحديدا الحقيقه انا بأحييه جدا جدا الايام دي، لانه عامل مشروع رائع جدا اسمه تياترو مصر. برافو. هذا المشروع هو اعتقد يعني طبعا ممكن يكون في فارق شويه في التفكير. اشرف عبد الباقي من يوم ما عمل مسلسل اسماعيل ياسين وارى حياه اسماعيل ياسين، حياه اسماعيل ياسين اسماعيل ياسين لما كانت فرقه اسماعيل ياسين موجوده، كانوا لما بيروحوا اسكندريه عشان يعرضوا كان الافيش الموجود بره كده كان مكتوب ايه؟ مش مكتوب اسم مسرحيه، كان يقول لك فرقه اسماعيل ياسين كل يوم مسرحيه. لان هم كل يوم كانوا بيعملوا روايه جديده، بيعملوا مثلا 5 روايات في الاسبوع. اشرف عبد الباقي تاثر كتير جدا بشخصية إسماعيل ياسين وتاريخه الفني. بالتأكيد حقيقي. هنا لما جه يعمل تياترو مش مسرحية واحدة. تياترو عروض مختلفة، في منها الكوميدي، في منها السياسي، في منها الساخر، في منها هو عمل تجربة حقيقي. والتجربة يعني أول حاجة كانت فيها خطورة لأنها بعيدا عن مدينة القاهرة اللي هي وسط البلد، مسرح وسط البلد. هو بيعملها في اكتوبر. دي حاجه. الحاجه الثانيه لما دخل في وقت الناس ما بتروحش فيه مسرح، فهنا اعتقد ان هي لما نجحت اشرف عبد الباقي لازم نحييه على المشروع الجميل جدا حقيقي. افتكر ان اشرف عبد الباقي السنه دي ما عندوش لسه، ما عندوش حاجه. احمد مكي احمد مكي هو في حاله الكبير والكبير قوي الكبير قوي كان المفروض ان هو هيعمل الجزء الثالث تقريبا ولا الرابع مش عارف، ولكن تم تاجيله خلال الاسبوعين اللي فاتوا لسبب مهم، ان البطله قدامه دنيا سمير غانم في حاله حمل. فمن هنا طبعا ما ينفعش يغير البطله لان الناس ارتبطت بيها خلال 3 أجزاء يعني. هي رائعه فيجي في الجزء الرابع مش هينفع ان هو الناس بتموت فيها يعني. ربنا وانا اقول لك يعني إن شاء الله. يا رب ان شاء الله. وانا اقول لك برضو على حاجه مهمه، احنا ارتبطنا باحمد مكي بشخصيته اللي هو عملها الجميله، ده حتى الاطفال بتحب الكبير جدا وحزلقون ويعني وجوني. بس في نقطه لازم احمد مكي ياخد اجازه السنه دي والسنه اللي فاتت برضه لما حصل يعيد حساباته مرة أخرى. حقيقي حضرتك شايف كده؟ بالتأكيد لسبب بسيط، لازم بعد كده يخرج من الشخصية اللي هو عملها علشان ما يتحسرش وإلا فيها. أصبح تكرار. برغم إن احنا حتى الآن بنضحك على الشخصية، لكن ممكن يصبح تكرار زي شخصية الليمبي، زي شخصيات. فنان محمد سعد عنده مسلسل؟ فنان محمد سعد عنده مشكلة تانية. محمد سعد لما عمل مسلسله السنة اللي فاتت أنتجه هو بنفسه، وللأسف خسر فيه كتير جدا لأن اتذاع على قناة واحدة وما حدش اشتراه بشكل كبير لأنه اتأخر شوية في تصويره. فحتى الآن هو طبعا ما يقدرش يعني مش عايز يدخل يعيد التجربة مرة يعيد التجربة بسهولة. يعني لازم يفكر شوية ويشوف ورق، وفي نفس الوقت محتاج منتج. المشكلة في النجوم السينما اللي هم النجوم الكبار بيبقى برضو أجورهم عالية، فبيقف المنتج هنا تبقى فيه مشكلة. ما تبقاش سهلة طبعا. مشكلة. فاحنا عندنا برضو محمد هنيدي نفس الحكاية لما قدم لما عمل رمضان مبروك أبو العالمين عملوا مسلسل وبعد كده عمل زي فوازير.
فهو يعني مستني شويه ان ايه يلاقي حاجه تانية. الله. نفس الموضوع احمد السقا وكريم عبد العزيز، حتى الان هم بيفكروا ان العمل الدرامي يبقى كل سنتين 3. مش كل سنه، مش كل سنه عشان ما ياثرش عليهم سينمائيا طبعا، وهم نجوم سينما في الاول ولا بالزبط. في الاخر، احمد السقا وكريم عبد العزيز يعني. ما ننساش وبعدين نجوم شباك مش نجوم سينما. ما هو ما ننساش ان دلوقتي النجوم الكبار سواء الصف الاول محتاج ان هو يبتعد عن الجمهور شويه عشان الجمهور يوحشه، الناس يشتاق له يروح له. اما محتاجين كمان مواضيع جديده، ومحتاجين شكل مختلف غير الاكشن، وغير يعني محتاجين نشوف الناس دي بتمثل بطريقه مختلفه. ما اعرفش، انا دي وجهه نظري كمشاهده. انت عندك حق، بس يعني نفسنا نشوفهم بشكل مختلف. الاساس في الموضوع ده. بس افتكر احمد السقا بيصور الجزيره 2 يا استاذ احمد. ده فيلم. فيلم. بس هو فيلم. يعني هو هنا اقصد انه موجود. لا بس بشكل مختلف. لازم هيبقى موجود. وكريم عبد العزيز عنده فيلم بيصور الجزيره 2 معاه هند صبري برضو نفس واروى والمجموعه دي. طب حلو. لكن في كريم عبد العزيز ما ليه فيلم جاهز اللي هو الفيل الازرق. احمد عز اخباره ايه؟ احمد عز الحقيقه هو بيصور. لا ليه تواجد، بس احمد عز الدنيا مختلفه. احمد عز ابتدى تصوير مسلسل اسمه اكسلانس. والناس برضو كانت مستنيه احمد عز، لكن احمد عز خلال الشهر اللي فات حصلت المشكله بتاعه الفنانه زينه. احنا شعب عاطفي، الشعب المصري والشرقيين تماما شعب عاطفي بيتاثر بالحياه الاجتماعيه للنجم. ايوه هنا جداً. يعني افتكر ان انت لو نزلتي الشارع وسالتي عن احمد عز، في ناس مش هتعرف ان هو بيصور على قد ما هتعرف ان عنده مشكله مع الفنانه زينه. خاصه ان المشكله دخلت بقى في القضاء والمحاكم وحاجات كتيره جدا. يعني يا رب ربنا يسهل، بس في نفس الوقت الشعبيه بتتاثر حقيقي. وعلى فكره الفنانين عارفين ده كويس، عشان كده هم بيخافوا قوي على شعبيتهم. بس يعني هم كمان عارفين ده، مش بس احنا كجمهور، هم كمان عارفين ده. عشان كده دايما بيحافظوا، دايما بيحاولوا على قد ما يقدروا يحافظوا على شكلهم، بيحاولوا على قد ما يقدروا يخافوا على شكلهم وسمعتهم وكلام كتير جدا. طبيعه جمهورنا وده يعني امر بقى في ايدين القضاء ان شاء الله، يعني الحق يبان عند مين فيهم. نتكلم بقى عن النجوم اللي خلقوا لنفسهم مساحه في رمضان. هم النهارده نجوم ليهم وجود، ما نقدرش ننكر وجودهم. زي مثلا امير كرارة، زي يوسف الشريف، زي نجوم شباب ظهروا. في حد تاني بس الاسم مش حاضرني. عمرو يوسف اسفه. بالظبط. يعني في نجوم كتير شباب بقى ليهم بقى وجود خلاص في رمضان كمان. هو هنا في يعني اقدر اقول لك ان الصدفه في اوقات كتيره جدا او الازمه ممكن تخلق بعض النجوم حقيقي. يعني احنا لو فاكرين في سنه 2011 بعد ثوره 25 يناير كان في مشكله ان الناس بتقول لك لا طب انا هنتج مسلسل ازاي ومين هيشتريه ومين هيشوف ومين فابتدوا يبتعدوا المنتجين يبتعدوا عن النجوم الكبار اصحاب الاجور العاليه. ويعملوا مسلسلات صغيره بس تهتم بالسيناريو. زي ما شفنا رقم مجهول، المواطن اكس بالظبط، اللي هي خرجت كان طرف ثالث اللي كانوا متجمعين كلهم هنا بقى بعض. كان في تجمع لمجموعه شباب الكيمياء ما بينهم كانت حلوه قوي. وعلى فكره لما انفصلوا ما حققوش نفس النجاح. يعني هو كان اعتقد ان اذكى واحد فيهم كان الفنان عمرو يوسف. لان هو دخل بعد كده مع مجموعه تانية اللي هو دخل مع منى شلبي مع كندا علوش مع رانيا، يعني كان وسط مجموعه. اما هو لما يعني محمود عبد المغني وامير كرارة، امير طبعا حقق نجوميه ما اقدرش اقول لا، لكن كم من النجاح اللي كان موجود في رقم مجهول وقبله طرف ثالث ما كانش موجود مع امير في الفتره اللي بعدها. لان امير برضه حب يبقى نجم ونجم اوحد. يوسف الشريف واخد خط ان هو ماشي لوحده كده مع مجموعه شباب. لكن ما نقدرش نقول ان هم ثلاثي او رباعي. لا هو موجود في وسط مجموعه. يوسف ممثل كويس. لكن الغريب يوسف الشريف الغريب ان اعماله برغم ان هي بتنجح، بس في نفس الوقت العلامه نفسها بتاعت يوسف حتى الان
لم تحصل على يعني ما قدرتش توصل للارض الصلبه، فلسه هو في يعني في الطريق، لكن هو ممثل جيد جدا طبعا. واعتقد ان هو يعني خلال امير كرارة كمان، امير عامل شخصيه جميله، وامير لما عمل عنده كاريزما حلوه قوي، لما عمل المسلسل مع سيرين عبد النور كان نجم كبير. لكن هو احنا بنتكلم في مسلسلات تبقى المجموعه فيها حلوه بالظبط. يعني انا لو رجعت ورا وقلت ليالي الحلميه، ليالي الحلميه ما اقدرش اقول يحيى الفخراني، ايوه، ما اقدرش اقول صلاح السعدني طبعا، اقدر اقول المجموعه بالكامل بالظبط. يعني ما فيش، هي بس الغلطه اللي بيقعوا فيها هي الاستعجال على النجوميه، الاستعجال يعني بالعكس، ده لما بيبقوا مع بعض انا كمشاهده برضه، انا ما بتكلمش كمذيعه خالص، بتحب تشوفهم وبتحب تشوفهم وهم بيساعدوا بعض، وبتحب تشوفهم مع بعض حتى في السينما، اختلاف الوجوه حتى في المسلسل، في العمل الواحد، حتى في السينما. مظبوط، السينما لما بنلاقي نجم اوحد خلاص احنا حفظنا هو بيعمل ايه، صح. لكن لما بنرجع مثلا لافلام زي العار 3 نجوم كبار، ده بيعمل تقل، فيلم زي سهر الليالي للعمل، بالظبط، سهر الليالي بالزبط. كانوا لسه في بدايه الطريق، حاجات كده بقى، كانوا مجموعه حلوه. هنا هو بيشد عين الجمهور، بالظبط. لكن النجم الاوحد اللي هو الفارس، والفارس لو وقع من على الحصان ما بقاش مشكلة. ما بقاش هو ده، يمكن اعتقد الحصان الرابح زي ما بيقولوا، مش الحصان الرابح، لكن فكر هذا الفكر، المجموعه بتعمل تقل للعمل، بس هذا الفكر لسه موجود عند بعض النجوم للاسف. وانا كنت بأحيي منى شلبي ان هي بعد ما عملت سامية فهمي اللي هو فخ الجواسيس تقريبا من حوالي كام سنه، رجعت مرة السنه اللي فاتت اشتغلت مع غادة عادل موجوده. غادة عادل لحد دلوقتي لسه الدنيا يعني مش واضحه بالنسبه لها. انا زي ما قلت لك على 15 من 10 ل 15 مارس لازم تستتب الامر، لان بعض الشركات في احدى الشركات المنتجه عندها 5 مسلسلات، وحتى الان لسه احنا مش عارفين يعني هي انا مش عارفه هتبتدي بايه. في نفس الوقت قطاع الانتاج في اتحاد الاذاعه والتلفزيون وده ما بينتجش بقاله فتره طويله، فوجئنا ان في مسلسل وبيتكلموا مع النجمه ناديه الجندي، اخراج احمد صقر، ولكن حتى الان برضو لسه الدنيا مش واضحه. عندنا كمان صوت القاهره وده تبع اتحاد الاذاعه والتلفزيون، المفروض ان هي بتنتج وعندها اكتر من عمل، منهم عمل للفنانه سهير رمزي ومع كده تم تاجيله. فلسه الرؤيه حتى الان ما وضحتش، مش واضحه. احنا قدامنا حوالي 5 شهور على رمضان. 5 شهور رقم كافي جدا جدا لإنتاج مسلسل كبير، لكن يكون متحضر له صح. المشكلة دلوقتي في المشاكل الإنتاجية اللي هتبان خلال الأسبوع ده أو على الأقل أسبوعين بالكتير، اللي مش هيدخل بعدها هنعرف تماما انه خارج السباق الرمضان، خلاص خارج رمضان اللي جاي. طيب استاذ احمد، خليني اطرح معاك حاجه مهمه الحقيقه، وان احنا كنا السنه اللي فاتت ابتدينا نتكلم عن انه ليه احنا عندنا موسم رمضاني واحد، ليه كل المسلسلات متكدسه في 30 يوم في شهر واحد في السنه، في ال 12 شهر الناس موعدها هي شغلها هو اللي بيتفرج على المسلسلات بيتفرج على المسلسلات طول السنه. احنا ليه بنشتغل في موسم واحد؟ ليه ما بنشتغلش طول السنه؟ يعني ليه ما عندناش اعمال موجوده طول السنه زي المسلسل بتاع الساعه 7 بالليل زي ليه ما بنتفرجش على مسلسلات طول السنه؟ لسبب بسيط، لان عدم وجود الرؤيه الخطه نفسها اللي كانت موجوده في التلفزيون زمان. لما كنا بنشوف زمان كان في عندنا حاجه اسمها ايه، في مسلسل كان من 12 ل 15 حلقه، وكان في حاجه اسمها سباعيه 7 حلقات، ايوه، وفي مسلسل الكبير ال 30 حلقه ده في رمضان، بقيه المسلسلات التانية شغاله طول السنه. تمام؟ ايوه. اللي خلى موسم رمضان هو الموسم الاوحد انتشار الفضائيات. انتشار الفضائيات خلى ايه ان ناس بتعمل مسلسلات لرمضان بس، وبيعتمدوا على الاعداد مثلا. المشكله بقى ان انا يعني في سنه من السنين عملنا تقريبا 72 مسلسل من حوالي 3 سنين. ال 72 مسلسل انا لو جيت اعيدهم بعد كده، يعني افتكر ان انا ساعتها عملنا بحث ميداني كده، لقينا ان مفيش حد كمل مسلسل للاخر من المشاهدين. المشكله ان هو شاف حلقه هنا وحلقه هنا وخلاص. لا بس في مسلسلات بتتكمل، يمكن مسلسل واحد
بالكتير واحد او اتنين اللي تقدر تتابعه بقى كل يوم، ولو فاتتك الحلقه تدور على الاعاده وكده. بعد كده بيقولوا احنا هنشوفه لما يتعاد بعد رمضان. أيوه. لو جيت انا اقسم ال 72 مسلسل على شهور السنه ال 12 هلاقي ان انا ممكن اذيع كل شهر 4 مسلسلات ولا 5. هي دي المشكله. الرؤيه الموجوده ده كان صاحب الرؤيه دي كان اتحاد الاذاعه والتلفزيون. جميل. نتمنى ان هو يرجع تاني عشان يرجع لنا المسلسلات الصغيره، وحتى عشان الناس تبقى شغاله طول السنه، ما يبقاش حد بيشتغل 3 شهور ولا شهرين وبيقعد بعد كده في البيت. المشكله ان بلاقي في رمضان ما بعرفش اتفرج. الريموت بيتعب. بالظبط. استاذ احمد سعد الدين الناقد الفني، بشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده يا فندم، ونتمنى ان احنا نكون عملنا طرح لكل الفنانين الجمال اللي احنا بنحبهم واللي بنستمتع بوجودهم معانا في رمضان. احنا عايزين نشوفهم طول السنه، مش عايزين نشوفهم في شهر واحد. اي نعم بنشوفهم في الاعادات، بس يهمنا كمان ان احنا نشوف كل ما هو جديد ونشوف قصص حلوه ومواضيع اجمل. بعد الفاصل نستكمل فقراتنا، خليكم معانا.